السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جمعة مباركة عليكم جميعا يا رب. النهاردة يوم الجمعة، دايما من الحاجات والعادات اللي بحبها يوم الجمعة، دراسة غير دراسة، ان احنا نعمل فطار مميز. يا اما بحب اعمل لهم فطير مشلتت العشق طبعا، وعاملاه معاكم كتير، والفيديو موجود على القناة بس ما صورتوش، هسيبه لكم في اول كومنت مثبت للي حابب يشوف طريقتي في عمايل الفطير المشلتت. الحمد لله بشهادة الجميع بيقولوا لي الفطير من تحت ايدك فوق الروعة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. زي ما انتم شايفين كده الوضع يتحدث عن نفسه. صلينا الجمعة، ده اول حاجة اساسي. الاول بنصحى من النوم باكلهم اي حاجة خفيفة، ان شاء الله 3 تمرات يا جماعة، وبعدين بنصلي الجمعة ونشغل بخورنا، وبعدين نفطر الفطار بعد صلاة الجمعة كده متأخر. هو يعتبر يعني ايه، حاجة ما بين الفطار والغدا كده اتنين في واحد. وبعدين بنزل بجيب الخضار بتاعي. اساسي طبعا ان احنا سواء اجازه غير اجازه، انا بحب اتسوق يوم الجمعه. زي ما انتم شايفين كده نزلت الخضار، يعني الله المستعان، ربنا يرحم الجميع. في بصل كان فيه كيلو ب10، وفي بصل كان فيه 2 كيلو ب25 بدل 20. فانا بصراحة جبت ابو 25، جبت 2 كيلو بصل ب25، وجبت خيار ده كان ب16، جبت ب20 جنيه على بعض. وجبت البتنجان ده كان ب5 وفي ب7 بصراحة. انا بصراحة نقيت من ابو 5، جبت كيلو زي ما انتوا شايفين كده. وجبت نوع تاني كمان اصغر منه، يعني انا جبت بتنجان يجي بتاع حوالي كيلو ونص. عشان ايه؟ كنت عايزه اخلل وكده. جبت كمان ليمون. الليمون تحفه يا جماعه، جميل جدا. الكيلو ب10 جنيه. جيبوه يا جماعه الايام دي، جيبيلك حتى كيلو او كيلو ونص، واغسليه كويس ونشفيه وحطيه في الفريزر. حطيه وهو سليم. عارفين يا جماعه لما بتعصروه او بتحطوه في العلب اللي هي السيليكون دي، المكعبات، وبتشيلوه متفرز معصور، اولا لا طعم ولا ريحه وبيمرر، والفوائد بتاعته بتروح. لكن لما بتشيليها سليمه زي كده وتطلعيها تفك وبتستخدميها، بتبقى مليانه ميه وحلوه وعمليه جدا. جبت كمان فلفل رخيص نوعا ما. النص كيلو كان ب7 جنيه ونص. الطماطم هي اللي ربنا يرحمنا برحمته. الكيلو بيبدأ من 25 وطالع. ده كان ب25 على بعضه. زي ما انتم شايفين حتى هتلاقوا هو كده بيقولك بتاع الخضار في نوع ب25 على بعضه، مش انت اللي بتنقي. جبت بصراحة منه زي ما انتم شايفين كده 2 كيلو. وجبت كمان بطاطس. البطاطس دي برضو على قدها، كانت ب25 او 20 للكيلو. جبت 2 كيلو برضو. بصراحة الخضار على قده وغالي جدا. وجبت كمان بتنجان كوبي، بحبه جدا في المسقعة واللذي منه. وجبت فراخ هوريها لكم دلوقتي. البتنجان حلو نوعا ما، هو اللي كان رخيص، هو والفلفل الرومي العادي. البتنجان كان ب10 جنيه الكيلو. طبعا ما ننساش اهم حاجة في اليوم ده وفي اي وقت، ان احنا دايما نسمي بالله والصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت كله يصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بقى بالنسبة للوراك، انا جبت ال4 وراك دول، كانوا عاملين بالظبط 130 جنيه. تمام، كانوا 4 وراك بصراحة. جبتهم وحبيت ان انا اغسلهم بقى واظبطهم، و ملح بقى ودقيق، وتظبطهم حلو قوي. زي ما قلت الوراك دول كانوا 4، طبعا مش كيلو، لا ده ازيد من كيلو. كانوا عاملين 135 او 130. الكيلو بتاع الوراك كان ب85 جنيه تقريبا. يعني هما بصوا على بعض 135. وجبت كمان الهياكل دي يا جماعة انا بنضفها وبعمل منها احلى شوربة. عارفين وهما بيقطعوا الوراك، تمام، ده التنظيف بتاع الوراك على فكرة بيبقى نظيف وحلو زي الفل. لما بياخدوا منه الوراك او يعملوا حمام كداب اهو. انا طبعا بشيل الجزء اللي من الاسفل ده خالص، اللي هي الجزء الزلموكه دي، مش عارفه اللي بيسموها ايه. وبغسله وانضفه كويس جدا جدا، وبعمل منه شوربه فوق العالميه. ده الكيلو بتاعه ب25 جنيه. انا جبت 2 كيلو. والله يا جماعه بيعمل شوربه، طبعا بيتغسل ويتنضف ويبقى زي الشوربه بتاعته بتبقى عالميه. طبعا في حلة كبيرة يا جماعة بنزلهم، وبصل بقى وتوم ولورو وحبهان وجزء من جزراية وطماطماية وملح وفلفل اسمر. بظبط بقى بيه الشوربة، وبيعمل شوربة كلمة عالمية قليلة عليها، بتبقى دسمة وجميلة ونضيفة وزي الفل. وبصفي طبعا بعد ما
تبرد الشوربه دي تماما بصفيها من الورق اللورو والحبهان والحاجات اللي فيها، وبعدين بعبيها في اكياس وبشيلها في الفريزر. انا واحده من الناس يعني دايما لما الطماطم تكون رخيصه بحب دايما في الفريزر رف للطماطم ورف للشوربه جميله، وخصوصا في الشتاء يا جماعه. عندك لحمه ما عندكيش لحمه ما عندكيش فراخ، احلى اكل مغذي ومفيد بتطبخيه بالشوربه. شوربه فراخ من غير فراخ، الكيلو ب25 بتجيبي 2 كيلو ب50 بيعملك شوربه. بصوا يعني شوربه يعني بكميه كبيره قوي، لان المنطقه دي بتكون دسمه وجميله. منطقه وراك يا جماعه نظيفه، مكان الوراك بتاعت الفراخ. بعملها بقى محشي لما نفسي تفيني على المحشي، في شويه عدس، في اي حاجه بيبقى طبيخ عندك بيتعمل بشوربته من غير حتى لا لحمه ولا فراخ. هنا بقى الوراك قسمتها على 2 وشلتها في الفريزر، وكمان الهياكل برضو ايه شلتها، وان شاء الله هعملها معاكم فيديو باذن الله. يعني لو قدرت وكان في وقت هصورها معاكم فيديو. برضو عملت شويه بطاطا، ده فيديو بقى انا كنت منزلاه امتى، اول امبارح، عايزاكم تشوفوه لانه مفيد وعملي جدا. في حاجات في السوق سعرها حنين زي هرسة الشطه دي بتقعد معانا بالسنه، والفلفل الاحمر ده رومي عادي مش الالوان غالي، لكن في فلفل احمر كوبي في السوق رخيص، الربع بتاعه ب3 جنيه، يعني الكيلو ب15 وب12 جنيه. هاتيلك شويه. بصوا الفيديو بالتفصيل هسيبه لكم في اول كومنت مثبت، وفيديو الفطير في كومنت عادي، بس ده فعلا يستاهل كومنت مثبت. دلوقتي الليمون رخيص، الفلفل ده رخيص، ده بنعمله يا جماعه بيقعد معانا من السنه للسنه. موضوع الهريسه دي اعملي منه كميه في المخللات، في البتنجان المخلل حلوه وعمليه جدا. سواء بأم بتشتغلي، الحاجات دي مفيده للميزانيه وكمان بتنفعك في اي وقت. عملنا برضو ليمون سريع، الليمون ده هتاكلي منه بعد 3 ايام بالظبط. ايوه بعد 3 ايام بالظبط. كل ده موجود في الفيديو بالتفصيل. وكيلو ليمون ب10، جيبلك كيلو ب10، كيلو ونص ب15 يا جماعه، مع كام قرن فلفل حامي كده، واعملي احلى شويه مخلل ليمون. الحاجه في البيت انضف وارخص بكتير جدا، ينفعوكي بقى جنب شويه ملوخيه شويه كشري. المخللات بتفتح النفس، وفي نفس الوقت الحاجه في البيت بتبقى حلوه ومفيده وزي الفل. شويه بطاطا لو انت ما عندكيش امكانيه تجيبي فاكهه، دلوقتي الفاكهه بقت يعني عشان تجيبي لك نوعين 3 فاكهه عايزه لك 200 جنيه او 150 جنيه. لو هتجيبي من كل نوع 2 كيلو 2 كيلو والله هتعدي ال150 جنيه. هاتي الكيلو بطاطا سعره على قد الايد ب10 او ب15 جنيه، واعمليه زي كده بيبقى حلو ومفيد للاولاد. شويه بتنجان زي كده مخلل جنب الاكل، شويه ليمون، شويه هريسه، بتنفعك في كل الاكلات. الحاجات دي سعرها اقتصادي وبتنفع جامد جدا. وزي ما قلت هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو ده بالتفصيل في اول كومنت مثبت، واحسب لكم بقى فيديو الفطير برضو في كومنت عادي. هو ده فيديو النهارده، وجمعه مباركه عليكم حبايبي جميعا، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتيره. شير ولايك لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد على قناتي. واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتيره. مع السلامه.